شايف الصوره دي طلعت بعد ما القوات الخاصه المصريه GIS قامت بعمليه في السودان. فالقوات دي اول ما تشوفها فتاكد انهم كانوا بيقوموا بعمليه فريده من نوعها، لان الفرقه دي مش بتظهر كتير، والصوره دي ظهرت بعد ما القوات GIS قامت بالعمليه صقر 204. طب ايه هي العمليه دي وايه تفاصيلها؟ وايه السبب اللي خلى القوات الخاصه GIS هي اللي تقوم بالعمليه دي؟ وايه نتيجه العمليه؟ فهنتعرف على كل حاجه عن العمليه بس بعد الفاصل. بداية الموضوع ان كان في قوات مصرية موجودة في السودان وكان عددهم 204. ال 204 دول عبارة عن اطقم فنية وطيارين وقوات خدمات، وكانوا موجودين في مطار عسكري في السودان. المطار ده اسمه مطار المروي، وده بالتنسيق بين الجيش المصري والجيش السوداني، والمطار ده كان تحت إدارة الجيش السوداني. المهم جه يوم انقلاب حميدتي قائد قوات الدعم السريع على الجيش السوداني اللي هو الجيش الشرعي للسودان، وقوات الدعم السريع بدأت تنتشر في السودان علشان ينقلبوا على الجيش السوداني ويحكموا هم السودان. ومن المناطق اللي قوات الدعم السريع سيطرت عليها هي مطار المروي، والمطار ده اللي فيه القوات المصريه. فاللي حصل ان 177 عنصر من القوات المصريه اول ما الهجوم بدا من القوات الدعم السريع فنجحوا انهم يقوموا بالمناوره، وخرجوا من مطار مروي العسكري لمكان تاني امن بعيد عن الاشتباكات، وفلتوا من قوات الدعم السريع. فكده اتبقى 27 عنصر الباقيين من الجيش المصري، و27 دول ما كانوش مسلحين وما عندهمش اوامر بالاشتباك. انت لازم بس تكون فاهم الحته دي. وعاوز اعرفك حاجه كمان، ان قواتنا لو كانت اشتبكت معاهم ما كانوش هيقدروا يقاوموا، لان عدد قوات الدعم السريع كان اكبر بكتير. فكان القرار العسكري الصحيح للجيش المصري هو عدم الاشتباك، فترتب على كده ان تم احتجازهم من قبل قوات الدعم السريع. فاحنا كده وصلنا ان القوات المصريه دلوقتي جزئين، جزء قدر يخلي نفسه ويبعد عن الاشتباكات ودول عددهم 177، وال27 التانيين تم احتجازهم من قبل قوات الدعم السريع. المهم ان المعلومات دي وصلت لمصر، ففور ان الرئيس عبد الفتاح السيسي امر بتشكيل غرفه عمليات. الغرفه دي كان فيها رئيس جهاز المخابرات العامه المصريه وقائد القوات المسلحه المصريه ووزير الخارجيه، وطبعا اللواء عباس كامل كان موجود وبصحبته قائد من المخابرات وبيقولوا عليه قائد قوات الخدمه السريه، وده اللي هو قائد قوات GIS، وكمان وزير الدفاع كان موجود وعدد من الشخصيات المهمه جدا واللي كانوا موجودين في غرفه العمليات، وقدموا تقدير للموقف للرئيس علشان يقوم الرئيس السيسي بتوزيع المهام عليهم. وتم توكيل مهمه تنفيذ عمليه تحليل القوات المصريه لجهاز المخابرات العامه المصريه بمساعده عناصر القوات المسلحه المصريه والمخابرات الحربيه. طب كده الخطه هتكون ايه؟ الخطه هي ان قوات GIS هتركب طيارات الC 130 عشان تروح للسودان، وهتامنها القوات الجويه، وهيكون معاهم عناصر الاستطلاع من المخابرات الحربيه، وكمان قوات خاصه من الصاعقه والمظلات، وكان عدد الطيارات كلها 7. والكلام ده حصل اول يوم حصل فيه هجوم على مطار مروي العسكري، ده بس عشان الناس اللي بتقول لك ان القوات المصريه ما اتحركتش عشان تحمي جنودها والكلام ده. طب القوات المصريه دي هتنزل فين؟ القوات المصريه هتنزل في مطار اسمه مطار دونكولا، وده طبعا بالتنسيق مع الجيش السوداني. المهم يعني ان الطياره المصريه نزلت في مطار دونكولا، والمطار ده بالمناسبه خارج من الخدمه. طب يعني ايه؟ يعني المطار ده ما فيهوش برج مراقبه شغال او عناصر تامين المطار او اي حاجه، فالمطار فاضي وما فيهوش اي حاجه خالص. المهم ان القوات المصريه نجحت انها تعيد تشغيل المطار ده علشان ده هيكون المكان اللي هتتحرك منه، ومن هنا تبدا خطه تنفيذ العمليه. القوات الخاصه المصريه اتقسموا لمجموعتين، اول مجموعه دورها انها تجيب ال 177 اللي قدروا يبعدوا عن الاشتباك من قوات الدعم السريع، والمجموعه الثانيه دورها انها تسترجع 27 عنصر اللي تم احتجازهم من قوات الدعم السريع. المهم ان القوات الخاصه اللي راحت تجيب ال 177 عنصر من ضمنها قوات خطف وتحرير الرهائن، سواء كانت الرهائن دي معاها او ضدها. قوات GIS خدوا ال 177 وودوهم مكان تاني امن، وحطوا عليهم ضوء حمايه من القوات الخاصه من GIS، واي مساس او اقتراب من القوات دي هيتم الاشتباك معاها فورا. فكده المجموعه الاولى اللي هي ال 177 متامنين، والجيش المصري منسق مع الجيش السوداني ومفيش اي خطر على حياتهم. كده بقى نروح للمجموعه الثانيه اللي هم ال 27 المحتجزين. طبعا بعد ما تم احتجازهم طلع قائد قوات الدعم السريع وقال ان القوات المصريه بامان وواكلين وشاربين مع اخواتهم السودانيين، وقال كمان ان هيتم تسليمهم لمصر في اقرب وقت ممكن. فاكيد حضراتكم كلكم سمعتم الفيديو ده. طب ليه ده حصل وحميدتي طلع بنفسه وقال الكلمتين دول؟ ده حصل لان في دول لها مصالح مع قوات الدعم السريع، وبلغوا قوات الدعم السريع ان رؤوسهم هتكون الثمن لو حصل حاجه للقوات المصريه. ومن غير ذكر اسماء الدول دي فاكيد عارفين كلنا مين هم، وبالمناسبه هم دولتين، دوله عالميه ودوله عربيه، تمام؟ فعشان كده طلع حميدتي واعتذر للجيش المصري وقال ان القوات المصريه بامان. المهم ان قوات GIS ومعاهم عناصر الاستطلاع من المخابرات الحربيه وصلوا قاعده مروي العسكري بشكل متخفي، ونجحوا انهم يخترقوا القاعده بالرغم من الحصار اللي كان مفروض عليها من ميليشيات قوات الدعم السريع. والقوات الخاصه قدرت انها ترصد مكان احتجاز القوات المصريه، وكمان قدروا انهم يامنوا عنصر اتصال مع القوات المصريه، وده عشان يطمنوا على قواتهم. واتكلفت القوات الخاصه المصريه GIS بحاجتين، وهم حمايه ارواح وسلامه القوات المصريه الموجوده.
وكمان حاجه وهي رصد القوات وتامين وسيله الاتصال. فالقوات الخاصه دي كان عندها اوامر مباشره بالاشتباك المسلح في حال تعرض القوات دي للخطر. وفي الوقت ده طلع الرئيس السيسي واجتمع مع المجلس الاعلى للقوات المسلحه، وهنا حصل تحرك من الجي اي اس وخدوا ال 177 اللي مأمنينهم ونقلوهم من المكان الامن اللي كانوا فيه لمطار دونكولا واتحركوا بيهم في طريق بري. شوف وصلت لايه؟ انت تعرف حضرتك ان لحد دلوقتي ان المانيا واليابان مش قادرين يتحركوا عسكريا علشان يستعيدوا الرعايه بتوعهم؟ شوفوا في ظل كده القوات الخاصه المصريه بياخدوا قواتها ويتحركوا بيهم في طريق بري ويوصلوهم لمطار دونكولا، ومن هنا بتستلمهم القوات الجويه والقوات الخاصه المصريه بالتنسيق مع الجيش السوداني، وبعد كده تم اجلائهم عن طريق 4 طيارات عسكريه ورجعوا للمطارات المصريه. فكده ال 177 وصلوا لمصر. نرجع تاني لل 27. المهم ان حصلت اتصالات سياسيه وحصل كمان تهديدات، فطلعت قوات الدعم السريع وقالت هنحرك القوات اللي في مطار مرو العسكري للخرطوم. وطلع فيديو للقوات المصريه وفي 2 من الضباط المصريين وقالوا انهم كويسين وهم هينقلوهم للخرطوم. وكانت التعليمات هنا من المخابرات العامه المصريه ان يتم رصد قوات الدعم السريع اللي معاهم القوات المصريه من مطار مرو العسكري للخرطوم. فتم رصدهم لحظه بلحظه، وفي نفس الوقت تكون القوات الخاصه المصريه جاهزه للاشتباك والتدخل لو حصل اي حاجه. وقامت قوات الدعم السريع ومعاها القوات المصريه المحتجزه واتحركوا من مطار مرو العسكري للخرطوم. وبالمناسبه في اليوم ده كانت الخرطوم هي بؤره الاشتباكات في السودان. وفي الوقت ده ما كانش لسه حد عارف قوات الدعم السريع هتودي القوات المصريه فين في الخرطوم، لحد ما قالوا انهم هيسلموهم لهيئه الصليب الاحمر الدولي. المهم لما قوات الدعم السريع دخلت الخرطوم ووصلوا لمكان قريب للملاحقيه العسكريه المصريه، واول ما قربوا للمكان ده طلع هناك قوات خاصه مصريه بتحاصرهم ووقفوا العربيات بتاعتهم وقالوا لهم ان احنا هنستلم هنا. فقوات الدعم السريع قالت لهم ان احنا ما عندناش اوامر بكده. القوات الخاصه المصريه رفضت وكان في اصرار من القوات المصريه انها تستلم هنا. فالقوات الخاصه المصريه قدرت انها تثبت قوات الدعم السريع وتحرر القوات المصريه منهم وركبوهم العربيات الخاصه بالقوات الخاصه المصريه. فكده مصر استلمت قواتها. فقائد ميليشيات الدعم السريع طلب من طاقم الجي اي اس ان هيعمل اتصال واحد بس، فعمل مكالمته وقال خلاص تمام ان هيتم تسليمهم هنا. فقوات الدعم السريع كتبوا بيان ان القوات المصريه استلمت القوه المصريه بتاعتها اللي كانت محتجزه وبصحه جيده وبكامل معداتهم. وده طبعا علشان اللي بيقول لك ان تم استشهاد جندي مصري والكلام ده، دي كلها اشاعات وبيحاولوا يصدروها لنا في مصر علشان تحصل عندنا مشاكل هنا في مصر. فالمهم ان القوات الخاصه المصريه اخذت ال 27 ونقلتهم على السفاره المصريه بالخرطوم. طب ليه ودوهم على السفاره المصريه وما تمش نقلهم على مطار دونكولا على طول عشان يتنقلوا من هناك على مصر على طول؟ بص زي ما قلت لك ان الخرطوم في اليوم ده كانت بؤره اشتباكات في السودان، وكمان سفاره اي دوله في اي دوله اجنبيه هي جزء لا يتجزا من اراضي الدوله دي. يعني سفاره مصر في السودان هي جزء من ارض مصر، والعكس سفاره السودان في مصر هي جزء من ارض السودان، وده في كل دول العالم. فده معناه ان لو تم الاعتداء على السفاره المصريه في السودان فده اعتداء على الدوله المصريه. فكده من حق مصر انها تعلن الحرب على الدوله اللي ضربت السفاره بتاعتها في اي حته في العالم. فعشان كده تم نقلهم للسفاره المصريه وبعد كده يتم نقلهم من مطار دونكولا علشان يرجعوا لمصر. وكده العمليه خلصت والدعم السريع طلع بيان زي ما تقول يعني اخلاء طرف وان يتم تسليم الجنود لمصر. فكده العمليه المصريه نجحت بدون اي خسائر. قول لي انت بقى مين اللي في العالم كله قدر انه يخرج رعاياه من السودان بالشكل ده؟ طب هقول لك حاجه، في دول اوروبيه طلبت من مصر انها تساعدهم لحمايه رعاياها في السودان، ومن ضمنهم دوله هولندا اللي طلبت من مصر رسميا انها تساعدها لحمايه رعاياها هناك في السودان. فانت كده بتعرف نفوذ مصر وامكانيه جهاز المخابرات المصريه والجيش المصري. وعشان برضو الناس اللي بتقول ان دوله معينه هي السبب في استرجاع القوات المصريه ومصر ما عملتش اي حاجه، طب قول لي انت بقى ليه امريكا ما نجحتش لحد دلوقتي انها ترجع البعثه الدبلوماسيه بتاعتها، والمانيا واليابان كمان وغيرها من الدول مش عارفين يرجعوا رعاياهم؟ عارف ليه؟ عشان الموضوع مش سهل وبيخلص بالتليفون. ما هو الموضوع لو كان سهل ما كانت كل الدول دي اتصلت وخلصت بالتليفون، صح ولا ايه؟ طب لو مصر ما كانتش قادره انها هي اللي تجيب قواتها وكان في دول هي سبب في استرجاع القوات المصريه دي، طب ليه هولندا والهند بيطلبوا رسميا من مصر انها تساعدهم في استرجاع قواتهم؟ طب ما كان يطلبوا من الدول اللي بيقولوا انهم السبب في استرجاع القوات المصريه وخلاص. انا كل اللي عاوز اعرفه لك ان في ناس دورهم انهم يبينوا ان الجيش المصري ضعيف ومصر ضعيفه ومش هتقدر تحمي قواتها، لكن مصر بترد بجيشها وقواتها وان عندها جهاز استخباراتي قوي جدا. ولو انت حابب تتعرف اكتر عن القوات المصريه جي اي اس هكون سايب لحضرتك فيديو في الوصف عن امكانيات القوات الخاصه جي اي اس وكمان العمليات اللي قامت بيها. كده اكون خلصت واتمنى ان اكون شرحت لحضرتك شرح مبسط ويا رب انصر مصر. سلام عليكم.